الشائع بين الناس والمتعارف عليه انه زيت الموتور بيجي بعد فترة من الوقت ومستواه بيقل او بينخفض تدريجيا، لكن هل كنت تعرف انه ممكن زيت الموتور يجي بعد فترة من الوقت ومستواه يرتفع عن الطبيعي بتاعه؟ يعني انت لو من اسبوعين مثلا كنت مغير زيت الموتور وحاطط 3.5 لتر وجيت تعمل تشيك اب على المقياس بتاعك، لقيت ان ال 3.5 دول بقوا 4 الا ربع لتر او 4 لتر. طب الربع لتر الزياده ده مصدره منين؟ او النص لتر الزياده ده مصدره منين؟ المشكله دي لما بتحصل بتجنن الناس حرفيا. هما حاجتين اتنين يعملوا معاك المشكله دي، يا اما رشاش بنزين بيسيل، يعني بعد ما حضرتك بتبطل العربيه وبتسيب العربيه وبتطلع البيت بيظل رشاش او اكتر بيرموا في بنزين لفتره من الوقت على البساتم، فبيبدا البنزين ده انه يتسرب من جدران الشميز بين الشامبر والشميز نزولا الى الكارتير بتاع الزيت، فيبدا مستوى الزيت انه يرتفع. ادي كده اول مشكله، لازم تعمل تشيك اب على الرشاشات. تاني مشكله ان يكون فيه اهتراء بسيط جدا في جوان وش السلندر، ففي قطرات من الميه بتبدا تدخل على الزيت بتعلي مستواه. بس خد بالك انه في الحاله دي او في النقطه دي هتيجي تبص وانت بتشوف مقياس الزيت، مش بس هتلاقي مقياس الزيت اعلى من الطبيعي، لا ده انت كمان هتلاقي انه الزيت لزوجته بدات تبقى اشبه بالميه بسبب دخول الميه على الزيت.